معلومة أنه النيابة العامة كمان بدأت التحقيق في هذه الواقعة. نتأكد من هذا السياق وعايزين نعرف التهم هي إيه. عندما يصلنا الخبر سوف نذيعه بشكل مباشر. إنما اللي عرفناه ومتأكدين منه أن النيابة النهاردة قررت حبس 47 شخص من ضباط أمن الدولة وأفراد الأمن. دول الضباط اللي الجيش قبض عليهم سواء في مطاردتهم حول مقر أمن الدولة اللي تم فتح أبوابها بشكل مريب جدا، أو إلقاء القبض عليهم في أماكن أخرى. 47 ضابط وفرد أمن بيتم التحقيق معاهم وحبسهم في تهم لها علاقة بما حدث. الحقيقة أنه هذا الرقم يبدو كبير، بس إحنا بنطالب بتوسيع دائرة التحقيق، ومش بس الضباط الصغيرين، يعني إحنا كمان بنسأل عن القيادات ومن يعطوا أوامر بحرق مصر بما في الكلمة من معنى. القوات المسلحة كمان اتخذت حزمة من القرارات على رأسها إنه هي خلت كل مقر أمن الدولة تابعة لها بشكل مباشر تؤمنها وتتحفظ عليها. في تطور جديد لملف قضية مقر جهاز أمن الدولة، أمرت النيابة العامة بحبس 47 من ضباط وجنود الشرطة ممن ثبت اتصالهم بوقائع حرق وإتلاف ملفات ومستندات الجهاز. جدير ذكره أن جميع مقار جهاز أمن الدولة تحت سيطرة القوات المسلحة بما تشمله من وثائق وأجهزة. ويؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة على حظر نشر وتداول الوثائق التي خرجت من هذا الجهاز، كما يؤكد على أن عدم تسليم الوثائق يعرض المحتفظين بها للمساءلة القانونية. وفي السياق ذاته لم يتم اقتحام مقر أمن الدولة بلظغلي، وذلك بعد محاولات من عشرات المتظاهرين ممن تكدسوا أمام المقر لاقتحامه. وألقت القوات المسلحة القبض على عدد ممن وصفوا بمثير الشغب والذين رفضوا مغادرة المنطقة المحيطة بالجهاز، ويبلغ عددهم 30 فردا من بينهم سيدتين، في حين استجاب الباقون للمناقشة التي استمرت طويلا، وأكدت فيها عناصر القوات المسلحة أن المبنى خال تماما ولا يوجد داخله أي أفراد تابعين لوزارة الداخلية. في الوقت ذاته الذي بدأت فيه النيابة العامة إجراءاتها وقامت بتحريز الأوراق والمستندات والأقراص الصلبة الخاصة بأجهزة الكمبيوتر في مقر لظغلي، كان عدد كبير من مقار أجهزة أمن الدولة بعدد من المحافظات قد تعرضت لعمليات اقتحام من قبل المتظاهرين يوم السبت الماضي، وذلك بعد مشاهدة المواطنين لآثار الدخان بجوار مقر أمن الدولة بمحافظة 6 أكتوبر، وعقب تجمهر عشرات المواطنين أمام مقر جهاز أمن الدولة بالأسكندرية لتندلع مطالبات على مستوى جميع المحافظات بحل جهاز أمن الدولة والكشف عن مخالفاته. معانا زميلنا الصحفي أحمد شلبي بخصوص التحقيقات اللي بتجرى مع ضباط أمن دولة، إيه التهم الموجهة لهم؟ هي التهمة اللي وجهت ل 47 ضابط وفرد شرطي من أجهزة أمن الدولة هي تعمد إخفاء أدلة وإصدار قرارات بحرق مستندات وإتلاف ممتلكات عامة وهي أجهزة أمن الدولة، لأن في بعض الحرائق امتدت إلى بعض المكاتب مما اعتبرته النيابة العامة إتلاف لبعض الممتلكات العامة، ولكن التهمة الرئيسية كانت تتعلق بإصدار أوامر لأفراد الشرطة بحرق ملفات وتقارير أمنية. نعم. النيابة العامة النهارده أصدرت قرار بحبس 47 ضابط وفرد شرطي من مباحث أمن الدولة من مناطق مختلفة، ولكن معظمهم من مباحث أمن الدولة في فرع الرئيسي بمدينة نصر ولظغلي في القاهرة. عندك فكرة عن أقوال المتهمين ولا دي لم تستدل على أي من أقوالهم؟ لا، هو يعني في بعض المصادر بتقول ان هم معظمهم اكدوا في التحقيقات ان هم اونفوا في التحقيقات ارتكابهم اي وقائع تتمثل بحرق او اعدام ملفات تقارير، والبعض الاخر قال يعني اعترف ان هم كانوا فعلا بيحرقوا التقارير دي او بيعدموها، بس ده نظام متبع عندهم، كل فتره بيعدموا ملفات قديمه او غير مطلوبه او يعني
الجهاز مش محتاج ليها. يعني على اساس ان هو اجراء روتيني يعني. والبعض الاخر قال يعني احنا ليه هنعدم تقارير مع ان كل التقارير موجوده على اجهزه كمبيوتر، وممكن النيابه او الجهات المختصه تصل اليها. يعني الورق ده في نسخه منه الكترونيه على الاجهزه، فاعدامه لن ينفي او لن يخفي الحقيقه ان كانت موجوده. نعم. طب بخصوص هنتقل لموضوع آخر بخصوص بعض المكالمات اللي رصدت بين قيادات. لا أنا خلينا في نفس الموضوع. في منهم من ضباط أمن الدولة دول قيادات كبرى ولا كلها قيادات وسيطة وما دون ذلك؟ لا انا ما عنديش معلومه بالظبط على قياداتهم، بس اللي اعرفه ان فيهم ضباط وفي افراد شرطه، لكن رتب الضباط ما عنديش معلومه بخصوصهم. طيب بخصوص يعني خليني بس اكد لحضرتك ان في، مش عاوز اقول خبر، بس هو في معلومات بتتداول دلوقتي بين الصحفيين بنحاول نتاكد منها ان في هناك بعض قيادات امن الدوله تم القاء القبض عليها منذ نصف ساعه، ولكن احنا مش متاكدين لسه بنتاكد. نعم. طيب بعض المكالمات اللي رصدت ما بين قيادات شرطية في وزارة الداخلية أثناء المظاهرات، هل تم استبيان بعض من تفاصيل اللي كانوا بيقولوه أثناء ضرب المتظاهرين وقتلهم؟ أحمد شلبي، الزميل الصحفي أحمد شلبي، انقطع الاتصال عفوا. هستعيد بعض من المعلومات اللي حصلناها عن هذه الجزئية، انه فعلا كان في رصد لبعض الحديث ما بين القيادات وما رصد بالكلام العامي طبعا اثناء المظاهرات، انه في قيادات بتقول كانت تشير الى وزير الداخلية بيقولوا هو قاعد فوق في المكتب وعمال يدي اوامر لا يمكن تطبق. في ناس تانية كانت بتتكلم بعنف وبحدة وبتقول عملوهم بكل قوة على المتظاهرين، والتفاصيل الأكثر كانت مع أحمد شلبي ولكن للأسف قطع الاتصال.